اهلا بيكم في حلقه جديده من ريفيوزات تيك توك. ازيك يا كريم؟ على رقم 6 القعدة رقم 12. معلش يا جماعه، احنا بقالنا شويه بنعيد في الحلقه علشان كل ما نيجي نبدا ونحط التاتش بتاعنا يروحوا موقفيننا ويخلونا نعيد تاني. النهارده هنتكلم على 4 حاجات اساسيه. هنبدا على طول عشان خاطر أيوة، ما نخش في الموضوع. نخش في الموضوع على طول. هنتكلم على فيسبوك وواتساب، كمان هنتكلم على جوجل كروم نيو فيتشر اللي هي للاي او اس والاندرويد. هنحكي لكم كمان عن ال MWC اللي هي موبايل وورلد كونجرس اللي بتتعمل في سبين كل سنه. واخر حاجه هنتكلم عليها السامسونج جالاكسي S5 اللي كنا قلنا الاكسبكتيشنز بتاعته المره اللي فاتت، بس المره دي ان شاء الله هنقول فعلا الحاجات اللي اتنفذت. طيب اول حاجة فيسبوك واتساب. الفترة اللي فاتت كل الناس قاعدة تتكلم عن ان فيسبوك اشتروا واتساب ومش عارف ايه، وطبعا اشتروه بفلوس كتيرة جدا 19 مليار دولار. بالظبط كده. 19 بليار، سوري 19 بليار. هو البليون هو اللي هو رقم المليار يعني. كتير كده يعني. حاجة مهمة ممكن نقولها للناس انه لما واتساب قطع بعد ما فيسبوك اشتريته بيومين مثلا، ده ملوش علاقة بان فيسبوك حبت تقطع واتساب. يعني ده مش عارف ليه الناس نفس اعتقدت بقى وبتاع. ان مارك زوكربيرج هيقفل واتساب، بينفس. بس هو واتساب قبل كده كان بيحصل حاجات كتير جدا ان ساعات السيرفر بيقع او بيحصل تكنيكال بروبلمز بتحصل كل فتره، فجت حظهم ان هي بعد ما كان فيسبوك اشتراها بيومين. بس هي الفكره او النقطه اللي فعلا محتاجين ان احنا يعني نركز عليها او ان احنا نطرحها يعني في البرنامج، انه 19 بليار دولار يدفعوا في ان احنا نشتري ابلكيشن. يعني اعتقد الرقم ده ممكن يتعمل بيه حاجات كتيره جدا، يعني ممكن فعلا ينقذ بلاد، يعني ممكن ينقذ مجاعات وممكن ينقذ شعوب بالكامل. يعني مش ان احنا بس نشتري موبايل ابلكيشن. ايه الاستفاده من ان هي ده حقيقي. وكمان في يعني اللي انت بتقوليه ده كان بالظبط كان نازل في جزء منه في ارتكل على الانترنت وانتشر كتير على فيسبوك، فاحنا برضو ممكن اقول لك كام حاجه من اللي كانوا موجودين فيه، شويه فان فاكتس كده. طيب ب 19 مليار دولار ممكن انك تعملي مستعمره على كوكب المريخ، وهتبقى ارخص بكتير، هتبقى ب 6 مليار دولار بس. ده اول حاجه عشان يا جماعه اللي حابب ان هو يعني يستثمر فلوسه في مشاريع تانية غير الواتساب. وصناعه المزيكا في العالم كلها على بعضها يعني ارخص برضو بكتير من واتساب. انا هقول بتاعه الانيمالز بس. اتفضلي. ما تقولهاش. اتفضلي قولي. كان في من ضمن المعلومات، كان في معلومه ان هما ممكن يشتروا او يساعدوا كل الحيوانات الضاله اللي في الشالترز يعني في امريكا، كانت ب 1.2 بليون دولار او حاجه كده، يعني مبلغ بسيط جدا يا جماعه، وحاجه هدف انساني جدا. واخر حاجه ممكن نقولها ان التي جي في او التي جي في اللي هو القطر السريع اللي في فرنسا، برضو تكلفة المشاريع كلها بكل حاجة 4.2 مليار دولار. 2000 جنيه يساعد أي أسرة غلبانة يعني، أو 2 يتجوزوا يا جماعة، مش لازم نصرف كل الملايين. طيب نروح فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم تاني حاجة وجوجل كروم بالفيتشر الجديدة. زي ما كريم قال لكم هنتكلم على الجوجل كروم نيو فيتشر للأندرويد والآيفون. بالظبط. جوجل كروم عملت فيتشر جديده في البراوزر ان هو ممكن يقلل شويه في استخدام الباندويث وانت بنعمل براوزنج او بنتفرج على افلام او ستريمنج او اي حاجه. فده طبعا اكيد هيبقى مفيد للناس اللي مثلا انت مشترك في الباكج بكذا جيجا 2 جيجا 3 جيجا ايا كان، بدل ما هتلاقيها الموضوع بيخلص بسرعه تتفرج على فيديو واحد تلاقي كل الباكج ممكن يعني ايه تقل طبعا مش هتقل بقى، مش لو هتتفرج على الداونلود يعني تتفرج على فيلم مثلا. بس يعني الموضوع بقى احسن شويه، واكيد هيوفر وهيبقى كويس بالنسبه للمستخدمين الانترنت يعني. رجعنا تاني دلوقتي ليكم في الحلقه، وهنتكلم عن الاب دبليو سي اللي بيحصل في برشلونه. الام دبليو سي زي ما قلنا لكم هو الموبايل وورلد كونجرس. كان في الاول اسمه ال 3 جي اس ام، ده كان بيتعمل في كان، بس بدايه من 2006 ابتدى يتعمل في برشلونه وتحت اسم ام دبليو سي اللي هو الموبايل وورلد كونجرس. السنه دي خلص هو الخميس اللي فات، قعد 4 ايام.
الكونجرس ده من الاخر بيحضر فيه اكبر الشركات العالميه بتاعه الموبايل والتكنولوجي علشان يعرضوا احدث الموديلات اللي هم هينزلوها في السوق. هنكلمكم عن احدث الحاجات او اهم الحاجات اللي نزلت في الكونجرس ده. اول حاجه موجوده عندنا سامسونج نزل الجالكسي اس 5 ونزل كمان 3 ساعات الجير 2 والجير 2 نيو والجير فيت. اما ال جي نزل الاولد هاي اند سيريز في 2 نيو مودلز. في عندنا ال جي جي 2 ميني، كان عندنا في الاول خالص كان في ال جي جي 2، نزلوا ال جي جي 2 ميني والال جي جي برو 2. والفيرجن القديم بتاع ال جي جي 2 ده كان اخد احسن موبايل في الام دبليو سي بتاع 2013 البرو 2 البرو 2. وفي برضو كمان ال جي نزل 2 ميد رينج سيريز ال 3 اللي هي ال 90 وال 70 وال 40. كمان نزل اف 70 واف 90. السبيسيفيكيشنز بتاعت الموبايلات دي كلها طبعا بقى ممكن نلاقيها على الانترنت. ده سريع عشان برضو الناس تبقى فاهمه الفرق بين حاجه هاي اند او ميد رينج. هاي اند يعني تليفون بيبقى بمواصفات عاليه جدا وده بيبقى يعتبر التوب بتاع الشركه دي، انما الميد رينج اللي هو التليفونات اللي بيقللوا فيها المواصفات شويه عشان يقللوا من السعر في نفس الوقت. مش هي المعلومه دي لان انا بصراحه انا ماليش في التكنولوجي خالص، فكريم اللي بيساعدني في الحاجات دي. شكرا. كمان مش تكنولوجي تيك توك خالص على فكره. هم انا جاي معاكم كده. المهم نكمل مع بقيه الموديلات. اتش تي سي نزلت 2 ميد رينج موبايلز يعني باسعار متوسطه اللي هو الديزاير 816 والديزاير 610. والمفروض التليفون المنتظر اللي هو الهاي اند بتاع اتش تي سي هيبدا ينزل في مارس. اما بالنسبه لشركه نوكيا فهم برضو ركزوا على الميد رينج واللو اند التليفون. اول حاجه هي النوكيا 220 اللي هو مش سمارت فون لكنه تقدري تخشي على الانترنت من خلاله وبيديولك بسعر رخيص جدا. في نفس الوقت في نوكيا اشا 230 ده نازل بالديزاين اللي هو زي اللوميا بالظبط كديزاين من بره لكنه بمواصفات اقل وبسعر طبعا ارخص كتير. الحاجه بقى اللي الناس كانت فيتشر مهم جدا نوكيا اعلنت عنه هو في الاكس سيريز اللي بقى فيها الاكس 850 والاكس بلس 950 والاكس ال 1050. واللي اهم حاجه بتميزهم ان هو ويندوز فون عليه الاوبريتنج سيستم بتاع مايكروسوفت ويندوز على الموبايل، لكن في نفس الوقت تقدري ليكي اكسس للجوجل بلاي ستور اللي هو تقدري تنزلي منه ابلكيشنز بتاعت اندرويد. ودي طبعا كانت حاجه ناس كتير جدا مستنيينها ان هم عايزين يشتروا تليفون عليه مايكروسوفت ويندوز الاوبريتنج سيستم وفي نفس الوقت يقدروا ينزلوا ابلكيشنز بتاعت اندرويد. برضو اخر شركه معانا هنقول عنها هي سوني اللي نزلوا 3 اجهزه جديده لسوني اكسبيريا زد 2 وده طبعا اللي هو اهم موبايل دلوقتي سوني بتنزله، والسوني اكسبيريا زد 2 التابلت وده برضو اكتر تابلت متطور من سوني اللي هم بيقولوا ان هو اخف وارفع تابلت ووتر بروف موجود في العالم. وسوني اكسبيريا ام 2 اللي هو ميد رينج فيرجن من الزد 2 يعني قللوا شويه في المواصفات بتاعته علشان يبقى سعره معقول. وخبر برضو مهم وليه علاقه شويه بموضوع بقى فيسبوك واتساب ان هم اعلنوا في الام دبليو سي ان واتساب هيبقى فيه فويس كولز، هيبقى حاجه زي فايبر كده تقريبا. هنشوف هيعملوها ازاي واتمنى ان هي تبقى كواليتي كويسه ان شاء الله. هنتكلم دلوقتي على جالاكسي اس 5 بس انا مش لاقي الورقه بتاعه هنا فهنتكلم عليه في الفقره اللي جايه. Ladies and gentlemen, the Samsung Galaxy S5. رجعنا لكم مرة تانية في ريفيوزات تيك توك وهنكمل معاكم عن جالاكسي اس 5 صح؟ ده حقيقي. جالاكسي اس 5 زي ما احنا قلنا اتعلن عنه خلاص في ام دبليو سي وهنقول لكم ايه اهم المميزات اللي سامسونج اعلنت عنها. مبدئيا هو هينزل معاه كذا اكسسوري اللي هي الساعات اللي بتنزل مؤخرا مع سامسونج اللي هي هتبقى الجير 2 والجير فيت والجير 2 نيو وهينزل في 150 دوله يوم 11 ابريل. نتمنى ان من ضمن 150 دوله دول يكون مصر من ضمنهم. من اهم الحاجات اللي في التليفون ان هو الظهر بتاعه مش هيبقى بلاستيك زي السامسونج اس 4، هيبقى معدن. هيبقى حجمه اكبر شويه من اس 4، هيكون 142 مللي في 72.5 مللي.
حاجه جديده نازله ان انت في سنسور من الظهر بتاع التليفون، لو حطيتي ايدك عليه وحطيتي صباعك عليه ممكن يقيس نبضات القلب، فده طبعا شيء برضو لطيف. البروسيسور بتاعه هيبقى 2.5 جيجا هرتز كواد كور، وده بروسيسور هيبقى سريع جدا، والرامات بتاعته 2 جيجا بايت رام. برضو من ضمن الحاجات المهمه كنا بنتكلم عن موضوع الووتر بروف. هو انا دي البارت بتاعي بس انا نسيت. هو برضو الجالكسي اس 5 هو فيه ووتر ودست بروف. كمان السكرين. بس دي قبل ما نقول نعدي النقطه دي لازم ندي كريدت لسوني ان هم اصلا يعني الموضوع ده شويه يعتبر نزل من سنه او حاجه او اكتر في السوني اكسبيريا زد والزد 1. هو طبعا اي حاجه اصلا اي موبايل بينزل اي حاجه لازم اللي بعديه لازم خلاص ينفذ الحاجه دي ان هي خلاص بتبقى حاجه نزلت يعني. الاس 5 السكرين بتاعه 5.1 سوبر امولاد زي الاس 4 بالظبط. ودي برضو من غير ما اقاطعك بس دي نقطه شويه ضايقت الناس ان هم كانوا مستنيين سكرين اعلى من كده، ان هي تكون كيو اتش دي زي ما التليفونات التانية نزلت، ان هي بتبقى بريزولوشن اعلى وبجوده اوضح، لكن شويه كانت مخيبه للامال بالنسبه لهم الحكايه دي. اكمل ولا؟ اتفضل. الكاميرا بتاعته 16 الباك كاميرا بتاعت الاس 5 16 ميجا بكسل يو اتش دي، والفرونت كاميرا 2 ميجا بكسل فول اتش دي. اتفضل قطعني عشان لا خلاص مش هقطع. بكده نكون خلصنا الحلقه رقم 6 من ريفيوزات تيك توك. نشوفكم على الحلقه الجديده ان شاء الله. مع السلامه.